حضرتك عارف جالنا عيم من السودان ومن ليبيا، فوقتهم ضيق قوي. بتقول حضرتك عايز تعمل تاني. دكتور احمد، لو عندنا مريضه عملت حقن مجهري وما حصلش نصيب، وجايه لحضرتك في الزياره اللي بعدها على طول بعد اول زياره بعد عدم نجاح العمليه، بتقول حضرتك عايز تعمل تاني، ايه الوقت اللي المفروض تاخده ما بين التجربه الاولى والتجربه الثانيه، سواء فريش او مجمد؟ بص يعني احنا بننصح الناس ان هم على الاقل يفوتوا شهر، يعني ممكن يبتدي على طول الشهر الثاني او الثالث. في ناس بيكون عندها ظروف سفر ولا كده ممكن تبتدي على طول بعد الفشل، ما فيهاش مشكله يعني. بس غالبا لو عينه مقيمه هنا مش مرتبط ان هي حضرتك عارف جالنا عيم من السودان ومن ليبيا، فوقتهم ضيق قوي، ممكن يبتدوا على طول. بينما الناس اللي هم قاعدين هنا مش عشان حاجه، عشان بس لما تريح شهرين ثلاثه نفسيا بتهدى. تمام. لان برضه موضوع الواحد يعمل ويفشل ويعمل ويفشل، كل ده نفسيا مش سهل على العيان. طبعا محدش بيحب يفشل يعني. وطبعا كل ما بنستنى شويه هي تكون هديت ويكون زوجها هدي وقادره تاخد المحاوله تاني بيبقى افضل يعني.